الفيديو ده انا شارك معاكم كل الحاجات اللي انتم محتاجينها، من اول انك تتعلم بايثون لحد انك ايه المكاتب اللي انت محتاج تتعلمها علشان تبدأ تطبق مشاريع، وفي نفس الوقت برضو الرياضيات. من حوالي 3 شهور قررت ان انا اتعلم الذكاء الاصطناعي واكون مهندس وباحث في الذكاء الاصطناعي، لان زي ما اتكلمت قبل كده ده هو المجال اللي قررت ان انا اجاوب عليه على السؤال انا مين. فالمهم بكل بساطة نتيجة ان انا كنت عايز اوصل لمستوى عالي جدا في المجال، مش مجرد مستوى سطحي، فرحت بعض الأحداث الخاصة بالذكاء الاصطناعي اللي كانت موجودة في مصر زي رايسا اي اي ساميت، وفي نفس الوقت كان في ايفنت اسمه يوث في المتحف المصري، وقابلت فيه شخصية كانت هناك كشخص واخد دكتوراه في جامعة ستانفورد اللي هي مشهورة جدا، من يعتبر تقريبا من 5 الأوائل أو حتى الثلاثة الأوائل على مستوى العالم في حوار الذكاء الاصطناعي. وسألته بكل بساطة لو أنا عايز أكون مهندس ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي إيه اللي أنا محتاج أعمله. هو طبعا قال لي حاجة أنا اتفاجئت بيها حبتين، وهي قال لي أنت محتاج تكون في الرياضيات على أساس روكيت ساينس. فانا اول حاجه استغربت ان انا كنت افكر ان الذكاء الاصطناعي مش محتاج ان انا اتعلم رياضيات، نتيجه معلومه غلط في الاعلانات اللي بتظهر على السوشيال ميديا ان هو انت عشان تتعلم الاي اي مش محتاج رياضيات، تعالى اديك كورس. لان بصوا حرفيا الاعلانات اللي بتظهر على السوشيال ميديا وتسويق لكورساتها بلح كلها. المهم خلينا نرجع للموضوع. فبكل بساطة في الفيديو ده انا شارك معاكم كل الحاجات اللي انتم محتاجينها، من اول انك تتعلم بايثون لحد انك ايه المكاتب اللي انت محتاج تتعلمها علشان تبدأ تطبق مشاريع، وفي نفس الوقت برضو الرياضيات. انت ممكن الوضع يكون معاك كويس، انا بالنسبة ليا شخص ميح في الرياضيات او ما فيش مستوى في الرياضات، فبدات اسس نفسي من اول وجديد. فاتكلم من ناحيتين اللي هو ايه، اول حاجه اقول الرياضيات الاساسيه، تاني حاجه اقول لو انت عايز تتعلم الرياضيات من الصفر ازاي ممكن تعمل ايه. وفي نفس الوقت برضو من الناحيه البرمجيه هتكلم معاكم بالتفاصيل عن بايثون، وفي نفس الوقت المكاتب اللي محتاج تعملها والمصادر اللي ممكن تجيبها منين، او على يعني طبعا هعتمد على الكتب نسبتين ولكن زي ما اتكلمت قبل كده في الفيديو اللي قبل ده في النقطة الخاصة بالبرمجة، أنا ممكن أديك الكتاب تشوف المواضيع اللي في الكتاب وتروح تبحث عنها وتتعلمها. والكتب حلاوتها ان هو اللي انا اديها لك انت ممكن تمشيها بالترتيب، يعني تخش على الفهرس بتاع ده تشوف المواضيع تتعلم ده تتعلم ده تتعلم ده، خلصت فهرس الكتاب ده تخش على الكتاب اللي بعديه هتلاقوا بيكملوا بعض لحد ما باذن الله توصل لنقطة متقدمة جدا. فخلينا نبدأ بنظرة شاملة كده على المجال. طبعا اول حاجة لو انت عايز، خلينا نخش باصعب حاجة والحاجة الرخمة اللي انا كنت افكرها رخم بس هي ما طلعتش رخمه. ايه هي الرياضيات اللي انت محتاج تكون عارفها علشان تتعلم ذكاء اصطناعي؟ فاول حاجه هو طبعا الكالكولس اللي او التفاضل والتكامل. تاني حاجه الجبر الخطي، لير الجلوب، تبا لكلمه الجبرا، والله مش عارف الكلمه دي مش راضيه تيجي ليه. واخيرا طبعا البروبابيليتي اند statistics، وبرضه الكاونتنج بمعنى الاحصاء والاحتمالات. فدول اللي هم 3 مجالات في الرياضه محتاج تتعلمهم وتكون كويس فيهم. طبعا لو انت عايز تعرف الرياضيات، والفكره ان الكتاب هناك، لو انت عايز تعرف الرياضيات الاساسيه اللي انت يعني انت مثلا من الكتاب الضخم اللي انت شفته الخاص بالتفاضل والتكامل ده هتلاقي ان الحاجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تقريبا موضوعين أو 3 من الكتاب كله. ولكن المشكلة إن الموضوعين أو ال3 دول في آخر الفهرس، بمعنى إنك عشان تعرف تفهمهم لازم تكون عارف كل الحاجات في التفاضل والتكامل اللي قبلها. فأنا مش عارف بقى أنت بتعرفهم ولا لأ، لكن أنا بالنسبة لي جبت كتاب عشان أنا ما أعرفش أي حاجة خالص في التفاضل والتكامل. أنا ما دخلتش علم رياضة أصلا. وكذلك بالنسبة للحاجات الباقية ده بالنسبة للرياضيات تمام. وفي كتاب اسمه ماشين ليرنينج، ماثيماتيكال فور ماشين ليرنينج، اكتبه واكتب بي دي اف على، وهيجي معاك هتلاقي لونه ازرق كده، هخليه يظهر على الشاشه دلوقتي. الكتاب ده خش على الفهرس بتاعته وهتعرف ايه المواضيع اللي معينه في الرياضيات اللي انت محتاج تعرفها علشان تخش في المجال. نخش بقى للغه بايثون. طبعا هي مش مجرد لغه بايثون انك هتتعلمها كده وخلاص. خلينا نشوف اقول لكم اللي في الحاجات اللي انتوا هتحتاجوها. اول حاجه طبعا
بايثون كراش كورس، ده يديك الاساسيات. الفيريز بتاعه ماشي بشكل سلس جدا، وحتى اخر موضوع بيتكلم عن مكتبه بتاع اللي هو التيست، انك بتست الكود بتاعك. هيديك كده نظره كده بسيطه على ازاي بتتعامل مع المكاتب. والكتاب ده فيه 3 مشاريع، الكتاب ده فيه 3 مشاريع للمبتدئين ببايثون: مشروع لعبه، ومشروع حوار كداتا ساينس، وانك ازاي تسحب داتا وتتعامل مع الاي بي اي. شويه حاجات كده لطيفه هتساعدك. وفي نفس الوقت اخر المشروع انك هتستخدم بايثون انك تعمل موقع، هتستخدم بايثون انك تعمل بقى موقع. تمام. بعد كده هتخش على الاوبجكت اورينتد ببايثون. تمام، اوبجكت اورينتد ببايثون. وبعد ما تخلص اوبجكت اورينتد، طبعا هيكون الداتا ستراكشر اند الجوريزم. خلصنا كده فل. انت ممكن برضو في كتاب كده ويعتبر ان بايثون لغه او بي بعد اوبجكت اورينتد اكتر، مش فانكشناليتي. ولكن في جزء هتتعامل معاه بالمكاتب الخاصه بالذكاء الاصطناعي، محتمله حبتين على ايه، البروجرامينج فانكشناليتي. فلو انت كتبت على الانترنت اللي هو فانكشناليتي بروجرامينج ويز بايثون، هتلاقي كتاب حوالي 58 صفحه، بيديك نبذه عن الحاجات اللي معظمها هتحتاجها ايه وقت ما تخش على المواضيع بتاع الذكاء الاصطناعي. خلصنا كده بايثون، خلصنا. في كتاب بقى للاسف انا ما جبتوش، بس اكتشفت بعدين بحيث ان انا كنت جايب الكتاب اللي في الاول الخاص بالماشين ليرنينج ده من، يعني يعتبر اشهر كتاب هيدخلك في الماشين ليرنينج. ولكن في فكره في، يعني طب المكاتب دي اللي انت اللي هو مكتوبه هنا هو اللي انت هتستخدمها، ولكن في مكاتب قبل المكاتب دي. بمعنى، خلينا نعمل كده ونجيب كده، نكبر الصوره. شايفين المكاتب دي؟ باندست، نمب بي، جوبيتر. اللي هو انا ممكن مش هتقوم صح، ولكن دول لازم تكون عارفهم. لازم تكون عارفهم من قبل ما تخش على الكتاب ده، من قبل ما تخش على الفارس. انا قلت لك انت ممكن تخش تشوف المواضيع وتتعلم مكان ما انت تتعلم، ولكن قبل ما تخش على الكتاب ده لازم يكون عندك ده، لان الفارس ده هيوصل معاك حتى للديب ليرنينج. المهم، الكتاب ده طبعا كويس، انت ممكن تلاقيه هنا موجود فور داتا اناليسيس، بس هو مش للداتا اناليسيس، مركز قوي 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 على المكاتب اللي انا قلت عليها دي. تمام. تمام، خلينا نرجع. بعدين بقى عندك برضو، شفت انت الكتاب المقدس ده بيتسمى الكتاب المقدس بالنسبة للديب ليرنينج. تمام. طبعا بعد ما تخلص ده تخش على ده هيخليك متعمق اكتر. ده برضو في الرياضيات الخاصة بالديب ليرنينج اللي تلاقيها شبيهة نسبيا بالرياضيات الخاصة بالماشين ليرنينج نسبيا. تمام. تمام. بعد كده بقى وانت ماشي في الرحلة دي ممكن تقرر انك تتعمق اكتر في الحاجة بايثون. وطبعا الكتاب ده هو فلونت بايثون. هتلاقي في حاجات معينة حتى في الاوبجكت اورينتد هيتذكر فيها بعض الحاجات مش هتلاقيها موجودة في اي مكان تاني. تمام. حتى موجود برضو فيها نبذة عن الداتا ستراكشر، بس بتفاصيل بقى اللي هو بشكل سلس، شكل مترتب، كل حاجة مبنية على اللي قبلها ولذيذة. فده يعتبر حرفيا كل حاجة. طبعا هو في حاجات اكتر من كده، ولكن ممكن اقول لك ان ده النظرة الشاملة، لان كل الكتب كل الكتب اللي ورا دي مرتبطة بالكمبيوتر ساينس والذكاء الاصطناعي وكل ده. نيجي للنقطة اللي انا ذكرتها في الاول: لو انت زيرو في الرياضة زيي، فبكل بساطة هتبدأ من الكتاب ده، بري الجبرا. تبا والله، يعني انا عمال اسمعها واقراها بس مش بتيجي. المهم، ما قبل الجبر، انا بدات الكتاب ده هيعتبر انا كنت على فكره انا خلصت هو جزئين، خلصت الجزئين. ممكن تحس انهم كبار ولكن معظمهم مسائل وبيتكلموا حرفيا على الطرح والضرب والاسم وحاجات سهله خالص. بس انا بكل بساطه كده بشقلب دماغ انجليزي كرياضيات، لان كل حاجه انت تدرسها في الذكاء الاصطناعي كرياضيات انجليزي. وفي نفس الوقت اخيرا كل الكتب الخاصة بالرياضيات اللي انتوا شايفينها دي هسيب رابط تحت في الكتب الخاصة
بالرياضيات، وتقريبا ممكن هسيب الكتب برضو الخاصة بالبرمجة. تمام. وبس. انا بالنسبه ليا في خلال المده الجايه هنشر رحلتي وتقدماتي، وبرضو الكتب اللي ممكن ما ذكرتهاش برضو هنا ايه فايدتها. انا طبعا زي اي حد، الحاجات دي الخلاصه، والمفروض ان انا بحاول اربط كل ده ببعضيه. ماشي ماشي. وبرضه في جروب عامله خاص بالاشخاص اللي شغالين على نفسهم سواء في مجال البرمجه او اي مجال، وفي نفس الوقت هتلاقوني هناك مشارك الرود ماب او التفاصيل، كل ما بتحرك بشارك تفاصيل فيها. وفي نفس الوقت برضو انت شخصيا ممكن تدخل وتشارك تفاصيل دنيتك، بحيث ان انا ممكن استفاد منك. تفاصيل اكتر هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو. ماشي ماشي. سلام.